الطلاب الأعزاء طلاب 5 ابتدائي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دائما وابدا في سلام. اولياء الامور الأعزاء، جينا النهاردة عشان نكمل شرح الوحدة الثالثة. طيب والدرس الكام؟ الدرس كمان الثالث، يعني هنشرح النهاردة الدرس الثالث بعنوان ايه يا مستر؟ بعنوان الثروة الحيوانية والسمكية. طب هندرس ونقول ايه؟ هندرس زمان ايام القدماء المصريين كانوا بيربوا الحيوانات ازاي، ودلوقتي حديثا هنعرف الدولة بتهتم ازاي بالثروة الحيوانية والسمكية. درس سهل، يلا بينا نشوفه. القدماء المصريين ايام زمان، خصوصا لما كان المصري القديم عايش على الهضبة في العصر الحجري القديم، كان بيعمل ايه بالحيوانات؟ كان بيصطادها زي مثلا الغزلان. طيب بيصطادها ليه يا مستر؟ بما تفسر، ده سؤال مهم. ليه المصري القديم كان بيصطاد الحيوانات؟ اكيد عشان ياكل لحمها او عشان يرتدي جلودها، يعني بعد ما يذبحها يرتدي جلودها. ماشي. في العصر الحجري الحديث بقى، لما الانسان نزل للوادي، لما نزل الوادي كلنا عارفين ان هو اتعلم الزراعة. هنا بقى ما عادش بيصطاد، انما بدأ يربي الحيوانات، مش صيد بس. طب ايه الحيوانات اللي كان بيربيها جنبه؟ الابقار والاغنام والماعز. طيب يا مستر، هو هيربيها ليه برضه؟ بما تفسر. اكيد هيستفيد منها. طب هيستفيد منها ازاي؟ عشان لحومها، وكمان البانها، وكمان جلودها، وكمان ممكن يستخدمها في بعض الشغل زي اعمال الحقل، اعمال الزراعة هيستفيد بيها. طيب في سؤال متوقع جدا، قارن بين تربية الحيوانات او الحيوانات في العصر الحجري القديم اللي هو لما كان عايش على الهضبة، والعصر الحجري الحديث. في الهضبة كان بيصطاد الحيوانات، انما في الحجر الحديث بيربي الحيوانات. يبقى ده الفرق. طيب هو بيصطاد الحيوانات في الهضبة ليه في الحجر القديم؟ عشان ياكل لحومها وجلودها يستخدمها في لبسه. طيب في الحجر الحديث كان بيستخدم لحومها وألبانها وجلودها، وضاف عليهم حاجة مساعدته في أعمال الحقل. صعبة دي؟ لا مش صعبة. طيب ايه الحيوانات اللي كان بيستخدمها؟ من أول الحيوانات هي الحمار. المصري القديم كان بيستخدم الحمار كوسيلة للنقل، ينقل عليها بعض الأشياء أو ينقل المصري القديم نفسه من مكان لآخر. تاني حيوان وهو الخيول. المصري القديم لحد وقت معين ما كانش يعرفها. عرفها امتى؟ لما لقى الهكسوس جايبين معاهم الخيول، هنا عرفها. طيب كمان اهتم المصري القديم بتربية الطيور. الطيور المصري القديم كان بيربيها، البط والوز والحمام والدجاج. طب دول بيربيهم كلهم ليه؟ اكيد عشان بيضها او عشان لحومها برضه. صعبة دي؟ لا مش صعبة. ده الطيور. كمان المصري القديم عرف السمك. عرف السمك بالتأكيد. ايه الانواع اللي عرفها؟ البلطي، قشر البياض، والقرموط. دي اسماك كان المصري القديم بيصطادها. طب كان بيصطادها ازاي بقى؟ كان بيصطادها بالشباك او بالرماح او بالسنانير، الحاجات اللي احنا لسه بنستخدمها دلوقتي. يبقى المصري القديم عرف حيوانات زي الحمار، وكان بيستخدمها ايه؟ في وسيلة للنقل. او عرف ايه؟ الخيول، ودي عرفها لما الهكسوس دخلوا مصر. كمان عرف تربية الطيور زي ايه؟ بط ووز وحمام ودواجن، ودي كان بيستخدم بيضها ولحومها. وكمان عرف صيد السمك زي البلط وقشر البياض والقرموط. صعبة دي؟ لا مش صعبة. انا بقى جايب لك هدية. ايه الهدية يا مستر اللي انت جايبها لي بقى؟ جايب لكم معايا دلوقتي تطبيق مهم جدا عشان نقدر بيه نحل تدريبات كتير على مادة الدراسات، ونحمل ونشوف بقية الدروس التانية. التطبيق ده تطبيق الأضواء، تقدر تحمله من اللينك اللي موجود في الوصف، عشان اللينك ده فيه خصومات وأسئلة كتير. حملوه. يلا بينا نكمل الدرس. الثروة الحيوانية حديثا. مصر دلوقتي بتهتم بتربية الحيوانات. اكتر حيوانات متصدر في مصر هو الابقار. الابقار هو الحيوان رقم 1 في مصر. كمان
المصري دلوقتي بيربي الأغنام، والأغنام بتتصدر المركز الثاني. يعني أكتر حيوان منتشر في مصر هي الأبقار، وبعديها على طول الأغنام. طب أكتر محافظة بتربي حيوانات، أكبر محافظة بتربي حيوانات هي محافظة البحيرة. البحيرة هي أكبر المحافظات تربية للثروة الحيوانية، وعندها أكتر عدد من رؤوس الحيوانات. عندها كم في المية من الحيوانات اللي موجودة في مصر؟ عندها 13.5%. محافظة واحدة فيها 13.5 اللي هي البحيرة. ده من إجمالي كل الحيوانات اللي موجودة في مصر. طيب يا مستر قول لي بقى الثروة السمكية دلوقتي. عندنا سمك، طبعا عندنا سمك. مصر بتنتج سنويا حوالي 2 مليون طن، يعني كل سنة كده بس مصر تنتج 2 مليون طن. الرقم ده بيخلي مصر هي رقم واحد في افريقيا، يعني كل الدول الافريقية مصر رقم واحد. طيب كم على العالم؟ 6 على العالم. يبقى مصر بتنتج 2 مليون طن، والرقم ده خلاها مركز واحد على افريقيا ومركز 6 على العالم في انتاج الاسماك. طب السمك ده بنجيبه منين بقى؟ 80% من المزارع السمكية، والمزارع السمكية ده مكان أحواض كده يحطوا فيه السمك وهو صغير ويحطوا له الأكل لحد ما يكبر، وبعد كده المصريين يصطادوه. 20% من المصايد الطبيعية، والمصايد الطبيعية دي لا إما نيل لا إما بحر كده، يعني دي اسمها مصايد طبيعية وهناخدها كمان شوية. أكبر محافظة بتنتج أسماك هي محافظة كفر الشيخ، بتحتل المركز الأول ما بين محافظات مصر كلها. طب بتنتج قد ايه يا مصر؟ كام في المية يعني؟ بتنتج 42%. يعني قرب النص من انتاج الاسماك في مصر كلها. دي صعبة؟ لا مش صعبة. طيب يا مستر ممكن تقول لي شوية اسئلة ممكن يجوا في الامتحان؟ اقول لك. يعني ممكن سؤال متوقع يجي يقول لك ايه؟ المحافظة التي تحتل المركز الاول في انتاج الحيوانات. فاكر معايا؟ ويوجد بها قد ايه؟ كام في المية يعني؟ افتكر. قلنا محافظة ايه؟ قلنا محافظة البحيرة. البحيرة رقم واحد في مصر. طب بتنتج قد ايه؟ بتنتج 13.5 من الرؤوس اللي موجودة في مصر، يعني عدد الحيوانات كلها البحيرة فيها 13.5. طيب يا مستر نفس السؤال كده على السمك. محافظة تحتل المركز الأول في إنتاج الأسماك ايه؟ وبتنتج قد ايه؟ اهي قدامنا هي على طول. المحافظة اسمها ايه؟ محافظة كفر الشيخ. كفر الشيخ هي المركز الأول في إنتاج الأسماك في مصر. طيب بتنتج قد ايه؟ بتنتج 42% من الاسماك اللي موجوده في مصر. صعبه دي؟ لا مش صعبه. طيب انت قلت لي حاجه اسمها مصايد طبيعيه. ايه هي المصايد الطبيعيه يا مصر؟ تعالى اقول لك. ادي خريطه مصر هنحط عليها دلوقتي المصايد الطبيعيه. المصايد الطبيعيه بانواع. اول حاجه مصايد عذبه. طيب ايه المصايد العذبه يا مستر؟ المصايد العذبه ممكن تكون بحيره ناصر اللي موجوده جنوب مصر، دي ميه عذبه وفيها اسماك. ونهر النيل، نهر النيل برضو مصايد طبيعية بفرعين اللي هو فرع دمياط وفرع رشيد، دي كلها اسمها مصايد عذبة وتعتبر مصايد طبيعية. طيب تاني نوع من المصايد الأسماك اللي هي المصايد المالحة. المالحة ايه المية المالحة؟ يعني الأسماك اللي بتعيش في المية المالحة هنلاقيها لا إما في البحر المتوسط أو ممكن نلاقيها في البحر الأحمر. بس كده؟ لا، في طبعا تاني بحيرة قارون. ما بحيرة قارون اللي في الفيوم مية مالحة. طب ايه البحيرات التانية؟ بحيرات مصر الشمالية اللي هي البردويل، البرولوس، المنزلة، اتكو، مريوط. دي المصايد الطبيعية. عندي حاجة اسمها مزارع السمك وانا قلت لكم من شوية، هنقول تاني بقى نعيد من الاول. مصايد عذبة زي ايه؟ زي بحيرة ناصر ونهر النيل وفرعي دمياط ورشيد. يعني ايه مصايد عذبة؟ يعني السمك اللي بيطلع من المياه العذبة. طيب عندي مصايد مالحة. يعني ايه مصايد مالحة؟ السمك اللي بيطلع من المياه المالحة زي البحر المتوسط في شمال مصر، والبحر الأحمر في شرق مصر، والبحيرات مصر الشمالية وبحيرة قارون. بحيرة قارون مياه مالحة، وبحيرات مصر الشمالية اتكو، مريوط، البردويل، المنزلة، دي كلها بحيرات. مزارع السمك دي قلنا بقى بيتحط لها أحواض بيتحط فيها السمك ويكبر وبعد كده نصطاده، زي مشروع الفيروز وده موجود في بورسعيد، وبركة غليون موجودة في محافظة كفر الشيخ. صعبة الأسماك؟ لا مش صعبة يا مستر. طب قول لي يا مستر، هو الثروة الحيوانية والسمكية دي مهمة؟ ده سؤال طبعا مهمة. طب مهمة ليه؟ انت قول لي بستخدم الأسماك
وبستخدم الاغنام والحيوانات في ايه؟ واحدة واحدة كده. اول نقطة، انا بستخدمهم في ايه؟ في اكل طبعا، توفير الغذاء، خصوصا الغذاء البروتيني المهم. في حد يقدر يعيش من غير لحوم او غذاء بروتيني حيواني مهم؟ لا طبعا. طيب تاني حاجة يا مستر، هو جلود الحيوانات ممكن تستخدمها في صناعات؟ طب والسمك في صناعات؟ يبقى في عديد من الصناعات بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الالبان والجلود والاسماك، زي التونة مثلا، زي الزبادي، زي الصناعات الجلدية في الاحذية. دي كلها صناعات بتعتمد على الثروة الحيوانية والسمكية. طيب ايه كمان يا مستر؟ هو مش الحاجات دي بتوفر فرص عمل؟ ايوه طبعا بتوفر فرص عمل، وبتوفر دخل للناس، بتوفر دخل للناس، وبتخلي الدولة تبيع وتشتري، يبقى بتزود الدخل القومي، بتزود الدخل القومي. بس كده بس كده يا مصر. اهي دي اهمية الثروة السمكية. طيب في حاجة تانية مهمة قوي، ركز معايا. مش احنا خدنا في المناخ ان مناخ مصر بيتغير، وخدنا حاجة اسمها التغيرات المناخية، يعني حرارة الارض بتزيد وده بيؤثر على الانسان. طبعا بيأثر على الانسان، يبقى بالتالي هيأثر على الحيوان والسمك. ازاي يا مصر؟ اقولك، مش المية بتقل؟ بتقل، الامطار بتقل من سنة عن سنة. طيب ده مش هيؤدي الى المساحات الخضراء اللي بتربى عليها الحيوانات دي هتقل؟ فبالتالي هتقل الثروة الحيوانية. كمان درجات الحرارة المختلفة دي بتؤدي الى انتشار بعض الامراض بين الحيوانات. لا مش صعبة. طب نعيد من الاول. ما اهمية الثروة الحيوانية؟ ركز معايا. اول حاجة، الثروة الحيوانية والسمكية بتوفر الغذائي، خصوصا الغذاء البروتيني. طب ايه كمان؟ تاني حاجة، بتقوم عليها كتير من الصناعات، زي الصناعات الجلدية والألبان والأسماك المحفوظة زي التونة مثلا. رقم 3، مصدر للدخل القومي، وبتوفر فرص عمل لكتير من المصريين. طب التغيرات المناخية بتأثر عليها؟ طبعا، لأن كمية المية بتقل، فالمساحات الخضراء اللي بتربى عليها الحيوانات بتقل، وكمان بتؤدي إلى انتشار بعض الأمراض بين الحيوانات. طيب هو عشان الثروة الحيوانية مهمة، فبالتالي الدولة هتهتم بتنميتها. أكيد شيء طبيعي يعني. طب الدولة بتعمل إيه؟ أقولك، أول حاجة مصر بتعملها عشان تزود الثروة الحيوانية، تحسين سلالات الأبقار والجاموس المحلية. يعني بتخلي السلالات اللي موجودة أكثر كفاءة في الإنتاج، أو تجيب أبقار جديدة من بره وجاموس جديد من بره. طيب ده بيعمل إيه يعني؟ ده بيخلي الإنتاج بتاع الألبان واللحوم يزيد. بنحسن السلالات، يعني نجيب بقر جديد وجاموس جديد من بره بينتج كمية لحوم أكتر وكمية ألبان أكتر. طب احنا بنعمل كده ليه؟ عشان يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، ونبطل نستورد الألبان من بره، ودي حاجة مهمة عشان نوفر النقد الأجنبي. كمان مصر بتحاول تحسن معيشة صغار المربيين والمزارعين، الفلاحين اللي بيربوا الحاجات دي بتوفر لهم الحاجات اللي ممكن يحتاجوها. ادي جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية، اعتقد ان هي مش صعبة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس. اصدقائي الاعزاء، اشوفكم في درس جديد دائما وابدا في سلام. كان معكم مستر بشوي فؤاد، الى اللقاء.